فيلمنا النهاردة بيبدأ في قلب نيويورك فوق سطح مبنى فخم وعالي. هناك واقف ديفيد كينج، فنان وموسيقي ناجح جدا، وأغانيه كسرت الدنيا. لكن النهاردة كان متوتر لأنه اكتشف إنه باع أغلب أسهم شركته للمستثمرين، ولو باع الباقي لشركة كبيرة هيفقد السيطرة على شركته وحريته الفنية للأبد. عشان كده بدأ يتصل بكل المساهمين واحد واحد ويقول لهم إنه هيشتري الأسهم منهم تاني، ومستعد يدفع أكتر بكتير من سعر البيع الأول. بعدها رجع أوضته وقابلته مراته بوم، وكانت بتتكلم معاه عن أفضل طريقة لإدارة الشركة. بعدها دخل ابنه تراي وقال له إن عنده ماتش كرة سلة مهم في الجامعة، وهيروح مع صاحبه كايل. كينج قرر يوصله بنفسه بالعربية. لكن قبل ما نبدأ، اضغط لايك واشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكتبها في التعليقات عشان نكسب الأجر ونذكر غيرنا. كينج بيلاحظ وهو سايق إن ابنه تراي مشغول بالموبايل طول الوقت، فبيسأله: بتقعد كام ساعة على الموبايل؟ فاليوم تراي بيرد ببرود ويقول له: مفيش وقت محدد، ساعات ممكن أوصل ل 12 ساعة كاملة. كينج بيهزر معاه ويقول له: العادة دي لازم تتغير تماما. بيوصلوا للمدرسة، وكينج بيمشي مع ابنه لحد البوابة، وهناك تراي بيفضفض مع والده عن حبه وشغفه الكبير للمزيكا. بعدها بيدخل معاه لصالة الألعاب الرياضية، وبيتعرف على مدرب تراي، والكل ما كانش مصدق نفسه من الفرحة بوجود كينج هناك. لكن ما كانش فيه مخلوق يعرف إن شركة كينج على وشك البيع الكامل، وهو ما كانش حابب يفتح بقه بكلمة لحد ما يحل المشكلة دي. كينج بيمشي وما بيقولش حتى لابنه إنه مش هيقعد يتفرج على الماتش عشان وراه شغل ضروري. أول ما بيركب عربيته الفخمة بيجيله بول السواق بتاعه، وفي نفس الوقت والد كايل صاحب ابنه تراي، وبيديله ملف سري فيه كل التفاصيل المالية الصعبة بتاعت الشركة. كينج بيطير على المكتب، وهناك بيقابل شريكه باتريك ويبدأ يشرح له القلق اللي بيمر بيه، وبيوضح له إن مديري شركات الأغاني الكبيرة عاوزين يدمروا شركته بأي تمن، لأنهم ما بيشوفوش المزيكا كفن لكن كسلعة تجارية وبس، وخطتهم يتخلصوا من الفنانين الحقيقيين ويستبدلوهم بأغاني معمولة بالذكاء الاصطناعي عشان يوفروا مصاريف الإنتاج. باتريك بيرد عليه ببرود ويقول له: الفكرة مش وحشة، والذكاء الاصطناعي هيوفر تعب وفلوس كتير، وهيقلل المخاطرة، وهيخليهم يعملوا أغاني أكتر ب20 ضعف. كينج بيبصله بغضب ويقول له: أنت بتقول إيه؟ إحنا ما عملناش الشركة دي عشان الآلات تعمل أغاني، إحنا عملناها عشان نعمل أغاني طالعة من قلوبنا وأرواحنا، ودي المبادئ اللي هحافظ عليها حتى لو الكل جرى ورا الذكاء الاصطناعي. بعدها بيطلب من باتريك يبيع له حصته الشخصية تاني عشان ترجع له الأغلبية، ومحدش يقدر يجبره على التغيير. وبعد تفكير باتريك بيوافق. كينج بيطير من الفرحة ويرجع البيت يبلغ مراته بأم إن الصفقة تمت والسيطرة رجعت له. بأم بتقول له: الفكرة ممتازة، بس هتجيب الفلوس دي كلها منين عشان تدفع تمن الحصة؟ فيقولها إنه هيرهن كل العقارات اللي بيملكها عشان يوفر السيولة، وبمجرد ما الأرباح ترجع هيسدد كل الديون. بوم بتحذره وبتقوله: دي مخاطرة كبيرة ببيتهم وحياتهم، خصوصا إن تراي مسافر يدرس بره، وكانت عاوزاه يقضي وقت أكتر معاها ويخفف شغل. كينج بيقنعها إن دي آخر فرصة يتحافظ بيها على تعب عمره كله، وفي الآخر بتوافق، ويقعدوا يفتكروا أول مرة اتقابلوا فيها. فجأة تليفونه بيرن برقم مجهول، بيرد يلاقي راجل غامض بيقوله: ابنك تراي مخطوف معانا، وهنقولك شروطنا بعد شوية، ويقفل السكة في وشه. كينج بيترعب ويجري على مراته وبول ويبلغهم إن تراي اتخطف، والكل بيتصل بالشرطة فورا. البيت بيتملي ضباط، وبيوصل 3 محققين: هايجنز وبيل وبريدجز. كينج بيحكي لهم المكالمة، وفجأة الخاطفين بيتصلوا تاني ويطلبوا فدية 17.5 مليون فرنك سويسري، كلها فئات ألف، وإلا تراي هيتقتل. بريجز بيهدي كينج ويقول له: ما تقلقش، إحنا بدأنا التحقيق، وتراي هيرجع، ومفيش فلوس هتدفع. بعدها بيسأله لو شاكك في حد من قرايبه أو معارفه، لكنه بينفي ويقول إنه بيثق في كل اللي حواليه. الشرطة ما بتصدقش كلامه، وبتبدأ تحقق مع بول لساعات، وبعدها تروح للمدرسة
والمدرب يقول لهم إنه ما يعرفش أي حاجة، وتراي مشي أول ما الماتش خلص. في اللحظة دي بول بيكتشف صدمة مرعبة. ابنه كايل هو كمان مختفي، وموبايله مقفول تماما، ومحدش عارف يوصله. فجأة بوم بتجري على كينج وهي بتعيط وتقوله إن الشرطة لقت ابننا تراي بره. كينج بيجري ويحضن ابنه والكل بيرتاح، بس بول واقف هيموت من الرعب ويسأل: طب وابني كايل فين؟ المحققين بيكتشفوا الغلطة. الخاطفين اتلخبطوا وخطفوا كايل بالخطأ بدل تراي، لأنهم ما يعرفوش شكل ابن كينج الحقيقي. بول بينهار تماما ويدخل البيت يعيط، وتراي بيدخل يحكي التفاصيل. بيقول إنهم بعد الماتش راحوا يتغدوا سوا، وبعد كده تراي مشي ورا شغله وساب كايل مكانه، ولما رجع ملروش أثر. الخاطفين بيتصلوا تاني، وكينج بيرد وبيقولوا له: حتى لو خطفنا الولد الغلط، انت لسه هدفنا، والمطلوب منك تدفع الفدية 17.5 مليون فرنك سويسري، وإلا هنقتل كايل. ويقفلوا السكة. بول الغلبان ملوش في اللعبة دي ومعهوش مليم، فبيترجى كينج يدفع الفدية وينقذ ابنه كايل، ويوعده إن الشرطة هترجع له كل قرش. كينج بيبدأ يفكر في تفصيلة غريبة. المخطوف في التليفون نطق اسم فيلوني. فينج بيفتكر الاسم ده ويرفض كلام بول، ويقول له: الشرطة مش هترجع الفلوس، وهتتعامل مع القضية زي غيرها من القضايا المنسية في الأدراج، وأنا لو دفعت شركتي هتضيع، وتعب عمري كله هينتهي، وهفلس تماما. بول بيمشي وهو مكسور وحاسس إن كينج اتخلى عنه. كينج بيطلع يقابل باتريك ويقول له إنه لو دفع الفدية مش هيقدر يشتري أسهم الشركة وهيتدمر. وباتريك بينصحه ويقول له: اسمع صوت قلبك، لأنك لو سبت الطفل يتقتل، الناس والجمهور هيدمروك، وسمعتك هتضيع في كل مكان، وهتفلس برضه في الآخر. كينج بيروح يسأل ابنه تراي، وتراي بيفكره بقوة السوشيال ميديا، وإن المؤثرين هيعملوا منه هجوم شرس، وهيخلوه يبان كشيطان لو الولد حصل له حاجة، وبدل كده لو أنقذه هيبقى بطل حقيقي، وممكن ده يساعد شركته. كينج بياخد قراره الصعب وينقذ الطفل، وبنشوف كايل لأول مرة وهو محبوس في بانيو في مكان ضلمة، وبجنبه أغنية شغالة بصوت عالي جدا اسمها أنا مش فايق. كينج بيجمع كل فلوس الفدية ويجهزها، ومستني رنة الخاطف. التليفون بيرن، والخاطفين بيحددوا مكان التسليم، وبيطلبوا يروح لوحده وياخد معاه غويشة دهب غالية مخصصة لزوجته بوم كهدية ثانوية. بوم بتديله الغويشة من غير نقاش عشان تحمي الولد. كينج بياخد الشنطة الكبيرة ويركب المترو، وهناك الخاطفين بيكلموه يطلبوا ينزل ويقف في مكان معين ويرمي الشنطة. كينج بيرمي الشنطة، ويكتشف في اللحظة الأخيرة إنهم حطوا جهاز تتبع في هدومه عشان يعرفوا مكانه. واحد من الخاطفين بيسحب فرامل الطوارئ بتاعة المترو، وبتحصل فوضى، والشنطة بتتخطف وبتتنقل من موتوسيكل لتاني وسط مطاردة الشرطة الشديدة. في الآخر المخططين بينجحوا يهربوا بالفلوس الحقيقية، ويسيبوا للشرطة شنطة تانية مموهة جواها ورق فاضي. المخطفين ضحكوا على الكل بذكاء. في نفس الوقت بيتم الإفراج عن كايل ويرموه في جنينة عامة، والناس بتلاقيه وتنقله المستشفى. في التحقيق كايل بيقول إنه مش فاكر المكان اللي كان محبوس فيه، بس فاكر إنه كان في بانيو، وجنبه أغنية شغالة بصوت عالي، وفاكر كلماتها واسمها. تاني يوم الجرايد كلها بتنشر خبر بطولي عن كينج، بطل الساعة اللي أنقذ ابن السواق بتاعه، وكينج بيكسب تعاطف وحب الناس كلها. بس الفرحة متمشي مستثمر كبير بيزور كينج، ويقول له إن المساهمين التانيين عرفوا إنه رهن كل أملاكه وصرف كل فلوسه وبقى مفلس تماماً، وهم هيسحبوا دعمهم ليه، وأمامهم 14 يوم بس عشان يرجع الديون، وإلا الشركة هتنهار. المستثمر بيمشي وكينج بينهار من التوتر. وفي اللحظة دي كينج بيفتكر الأغنية اللي كايل قال عليها ويفهم أهميتها، ويجري للمستشفى يشغلها لكايل اللي بيأكد إنها نفس الأغنية. كينج بيطلب من الشرطة تدور ورا المغني واسمه يانغ فيلن، لأن الخاطف كان مسمي نفسه فيلوني في التليفون. الشرطة ما بصدقش كلامه وبتقفل المحضر، فكينج بيقرر يحل الموضوع بنفسه وياخد حقه بإيده. بول بياخد سلاحه ويروح مع كينج يدوروا على يانغ فيلن. بيوصلوا لبيته ومراته بتفتح لهم
وهي شايلة طفل، وبتتعرف على كينج فورا وترحب بيه، وتقول إن جوزها كان عامل أغنية وعاوز يشتغل مع الاستوديو بتاعه، وتديهم عنوان الاستوديو الصغير بتاعه. كينج بيطلب من بول يستناه برا، ويدخل الاستوديو لوحده، ويلاقي المغني بيسجل أغنية. كينج بيوقف التسجيل ويطلب فلوسه، والمغني بكل برود بيقول له: أنت ما تعرفش اليوم ده مهم ليا قد إيه؟ أنا كنت دايما عاوز لفت انتباهك، وأنت كنت بتتجاهلني، فقررت أعمل ده عشان تفتكر اسمي للأبد. كينج بيثور ويقول له: أنت مجنون؟ خطفت وعذبت طفل غلبان، وأنت مجرد مجرم مش فنان. وبتبدأ بينهم خناقة شوارع عنيفة جدا. يانج فيلم بيسحب مسدس ويضرب نار، وكينج بيطلع سلاحه وبيطارده بره الاستوديو، وبول بيدخل وراهم على الصوت. يانج فيلم بيهرب على المترو، وتيري بيحصل له، وتحصل بينهم معركة قوية لحد ما تيري بينجح يوقعه ويسيطر عليه. الشرطة بتوصل وتقبض على المغني، وبتفتش بيته، وبتسترجع كل فلوس الفدية. كينج بيطير من الفرحة، ويروح يزور بول ومارستون في المستشفى، ويعرض على بول نسبة من الشركة تكريما لتعبه. بس بول بيرفض بكل احترام، ويقول له: انت عملت كتير، واحنا عاوزين نبدأ بداية جديدة ونعيش في هدوء، ونشكرك من قلبنا. يانج فيلم بيتنقل للمحكمة، والناس والجمهور بيملوا الشوارع، بيطالبوا بالإفراج عنه عشان يرجع يعمل مزيكا بعد ما الأغنية بتاعته كسرت الدنيا وبقت الهيت الأول في البلد. بس الحكومة بتمشي في إجراءات محاكمته. يانج فيلم بيقرر يعترف بكل جرايمه، بس بشرط واحد: مقابلة أخيرة مع ديفيد كينج. كينج بيزور المغني في السجن، وهناك المغني بكل سخرية بيقول له: أنت مش فاهم إحنا عملنا إيه مع بعض. وبيقترح عليه شراكة فنية لإنتاج أغنية تكسر الدنيا وتخليهم أغنى وأشهر ناس في العالم. كينج بيرفض ببرود وثقة، ويقول له: أنا هسيب الشركة الكبيرة بتاعتي وهبدأ من الصفر بكل حرية وشرف ونزاهة، وإنت وأنا مفيش بينا أي صلة أو تواصل. ويمشي ويسيبه. كينج بيرجع لبيته، وابنه تراي بيسمعوا أغنية جديدة لمغنية صاعدة اسمها سوا SUA، اسمها من الأعلى للأقل. كينج بيعجب بيها جدا، ويقرر ينتج لها، وبيسألها بابتسامة لو كانت مستعدة لتحديات وصعاب المجال ده. وسوا بكل ثقة بتقول له: طبعا. وكينج بيبتسم ويقولها: تمام، ويلا بينا نبدأ من جديد. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. لو عجبتكم الحكاية، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.